أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. بالقوة الضاربة تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري. مباراة الأهلي المصري اليوم في الدوري الممتاز على استاد برج العرب. ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي انتصار في بطولة الدوري العام على حساب منافسيه سيراميكا كليوباترا. المباراة المقررة بينهما اليوم الاثنين عن 9 مساء ببطولة الدوري العام. ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا بالقوة المارد الأحمر الضاربة لرغبة مارسيل كولر المدير الفني في الابتعاد بقمة جدول مسابقة الدوري العام عن أقرب المنافسين ببيراميدز. ويحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 69 نقطة، جمعهم من اللعب 27 مباراة. ففيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة. ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن الجهاز الفني سيلعب بطريقة هجومية لرغبة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في حسم المواجهة مبكرا لتجنب أي مفاجآت غير سارة بالنسبة للفريق. ومن المنتظر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، أما في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم رامي ربيعة كريم فؤاد، أما في خط الوسط أكرم توفيق كريم ندفيد إمام عاشور، وفي خط الهجوم حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.